بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز كريازي 5 شعلة شغال على أنبوبة، والأنبوبة لما فضيت قلبوا الأنبوبة. طبعا في رواسب في الأنبوبة من تحت، طبعا كل دي دخلت في الفواني وسدتها. طبعا هنسلك بقى الفواني ازاي مع بعض كده واحدة واحدة، لأن الناس بتجيب الإبرة بتاعت البوتاجازات وده أكبر غلط. القلوزوار ده بيبقى مع الصنايعي بس، لأن بيجيب فواني ضيقة وبيوسع على قد العين. طالما ما حدش لعب في البوتاجاز يبقى الفيديو ده مهم جدا للي عنده بوتاجاز جديد، سواء كريازي او ايدي او يونيفرسال اي نوع. طالما ما حدش لعب في الفواني هقول لك يسلكها ازاي. الاول طبعا احنا هنشيل الطارات وهنشيل الطراويش والمكن ديت، وهوريكم حل الوش الاول. انا برضو عامل فيديو لوحده لحل الوش لوحده، لو حد عايز يحل الوش يبعت لي في التعليق وابعت له اللينك الوش لوحده. طبعا هو مربوط ب4 مسامير من فوق، ادي واحد وادي التاني وادي التالت وادي الرابع. في بقى الجريدة الألمونيا اللي في الجنب، ادي واحد هنا اهو، واحد الناحية التانية، والجنب التاني نفس الحكاية. يبقى 4 في الوش واتنين يمين واتنين شمال، 8 مسامير الوش يتحل. بس في حتة برضه انا اوريها لكم عشان الوش لما يتحل. بص انا باجي من الجنب منين؟ من هنا كده، ما باجيش من قدام، باجي من هنا. دي اهم حاجه، دي اهم حاجه، ان الناس بتمسك الحته الالومنيا اللي قدام دي ضعيفه جدا. لازم احرره بسكينه او بمعلقه كده اهوت، وبعد كده انا اشيل الجرايد. اهو بمسك الحته النيكل وبشدها لبره شويه، بتطلع معاك الجريده بكل سهوله. والناحيه التانيه برضو. طبعا الانبوبه، طبعا الرواسب كلها فيها زيت ورواسب دخلت كلها في الفواني. الفونيا تلاقيها بتدخن وتلاقيها بتعلى وتوطى مره واحده، فالفونيا مش سالكه، الفونيا مش سالكه. وده الفونيا في قلب المحبس من جوه. ادي هوريكم انا كده بس اللي ايه. هنسلكها بايه بقى؟ دبوس تحجيب، دبوس طرح رفيع كده، مش بتاعه البوتاجاز، مش الابره بتاعه البوتاجاز، لا، كل عين مربوطه ايه بمسمارين. ديت برضه احل المسمارين اللي ورا عشان نضاف، لكن بتوع العين ما هتلاقيهم مصديين. ادي انا حليت اهوت الكوع. اهم حاجه بقى ماليش دعوه بقى بالانبوبه، كل ده انا بحل. يبقى نضف برضه ايه الكوع، سواء بوتاجاز جديد او قديم، مش هخسر حاجه. خبط على الكوع كده خبطتين على الماسوره اللي حليتها دي، او لو معايا مفك رفيع اهو زي ده كده اهو، اسلك ايه العين. لان دي لو حبايه مكرونه وقعت يدخن. ده بالنسبه لايه؟ للانبوبه. بالنسبه للانبوبه الغاز طبيعي بيشتغل على اسوأ حاله البوتاجاز. اهو انا كده نضفت الكوع. هنحل الفونيا بقى اهي. لازم نحل الفونيا ونفتح الغاز مرتين كده ولا حاجه، وهوريكم الحاجه اللي طالعه من المحبس. اهو حليت. بص بقى اللي طالع ده زيت بقى، ده الزيت بتاع الانبوبه، لان الغاز ما بيتشافش. الغاز ما بيتشافش، شبه الهوا كده اهو. ده طلع الزيت اللي في الانبوبه، ده يدخن ويسود الحلل وما يخليش النار مظبوطه خالص. اهو انا بعدي الدبوس فيها، مهما عملت في الفونيا مش هتوسع، لان ده دبوس مش مبرد. الابره بتاعت البوتاجازات هتبوظ الفواني اللي دي مبرد من قدام اهو. ده انا عديت فيه دبوس الطرحه كده او ما عداش. المهم اللي انا ايه سلكت الخرم بتاع الفونيا، وارجع اربط تاني. هتديك النار بتاعه البوتاجاز وهو جاي النار الاصليه بتاعته. قبل ما اربط المسمارين عشان لو في حاجه هجرب الاول بالعين، اجيب العين الصغيره. ودايما في اي بوتاجاز سواء غاز طبيعي او انبوبه بجرب بالعين الصغيره الاول. اهي النار اهي، بسم الله ما شاء الله. دي النار بتاعته، دي نار زرقاء اهي زي الفل. دي النار بتاعته. هبتدي بقى اربط ايه المسمارين. طالما اطمنت على النار كده كويسه بربط المسمارين، بربط المسمارين.
ليه بقى انا ببدأ بالعين الصغيرة؟ العين الصغيرة سواء غاز طبيعي او انبوبة، عشان لو وسعت انقلها على العين اللي بعدها، لان لو العين الكبيرة اللي ورا ظبطتها ووسعت مش هينفع انقلها على عين تانية، هتترمى الفونيا. فابدأ بالعين الصغيرة الاول، تمام، وبعد كده الوسط، بعد كده الاكبر في الاكبر في الأول. فالعين اصلا اللي هتدخن انقلها العين اللي وراها هتديني مظبوطه على طول. طالما دخنت على الصغيره يبقى عايزه طربوش اكبر، احطها على العين اللي بعدها على طول. طبعا انا حليت الماسوره التانية اهيت برضو، انضفها اهو عشان لو فيها حاجه تنزل. ده ضروري جدا ضروري جدا ننضف المواسير، ضروري جدا. او البوتاجاز لسه جديد بس ما اضمنش الظروف، ممكن حد بينضف ولا حاجه وقع فيها حاجه، حتى ممكن تكون حد بيحط ورق ألمونيا اللي هو الورق الفويل وبيخرمها، والحته اللي الزياده دي بتقع في الماسوره. لكن لا، هنضفها بالمره. انا نضفت كده الماسوره، احل الفونيا بقى. احل الفونيا نفس اللي عملته في العين التانية، اعمل بص، فتحت برضو في زيت اهو، في زيت. فالزيت في الماسوره بتاعت اللي هي البطاريه كلها بتاعت بتاعت البوتاجاز كله. فلازم احل الفونيا وافتح فتحتين كده عشان لو في حاجه تطلع معايا. هو سلك برضو بالدبوس بتاع التحجيبه، دبوس رفيع كده وسلك. ما لقيتش دبوس، لقيت ابره رفيعه ماشي، الابره بتاعت الخياط انفخ فيها، تعمل اي حاجه، المهم تسلك، المهم تسلك. وارجع اركب الفونيا تاني كده. طبعا انا عملت عينين، فالتلاتة التانيين هيبقى نفس النظام. وقبل طبعا ما انا بركب اهوت، وقبل ما اربط المسامير هجرب النار، لقيتها مظبوطه يبقى اركب المسامير بتاعتي اهو، عشان ما يطلعش فيها حاجه تانية وارجع احل المسامير. لا اهو، بسم الله ما شاء الله، ادي النار طبيعيه بتاعته اهو، مفيش اي حاجه. كده تمام. هجرب طبعا، انا هعمل التلاتة التانيين واجرب النار كلها اهو. كده النار بسم الله ما شاء الله، كده البوتاجاز راجع زي الاول اهو، كده تمام. ادي الواطي كانت بتشتكي، الواطي كان بيطفي اهو، ادي العالي وادي الواطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.